شاب لسه في بداية حياته بيخرج من مرحلة المراهقة وابتدى يحط رجله على أول الطريق. انا بحب اسمع المزيكا، بحب امثل، بحب اطبخ. حاجة معينة حاسس إنك هتكمل حياتك فيها؟ والله وانا ما اقدرش اقول انها موهبه، بس يعني بعرف اتقمص ادوار شويتين يعني. أنت شايف إن في صحاب ليك بيمثلوا على بعض؟ منهم ناس كنت بعتبرهم اعز صحابي كمان. طب إزاي كان أشطر منك وأنت قدرت تقنع المخرج إن أنت أحسن منه؟ كان عندي عاده شويتين ان انا بحاول اعمل الحركه ديت، لان كنت بعملها مع اصحابي زمان وانا صغير. اهلا بيكم. والنهارده حكايتنا مع حد تاني من شبابنا، والنهارده هنتكلم مع شاب لسه في بداية حياته بيخرج من مرحلة المراهقة وابتدى يحط رجله على اول الطريق. عايزين نعرف حكايته وعايزين نعرف هو بيفكر ازاي. اهلا بيك يا نور. اهلا حضرتك. احكي لنا شوية عن نفسك يا نور. قولي انت بتشتغل ايه، بتعمل ايه دلوقتي، بتحب ايه؟ انا بحب اسمع المزيكا، بحب امثل، بحب اطبخ، بحب ارسم، بحب اتسابق، حاجات كتيره قوي. مفيش حاجة معينة بتحبها بتركز عليها حاسس انك هتكمل حياتك فيها؟ لا، التمثيل. حاسس ان انا شويه في شويه هبتدي تمثيل يعني. بحاول حاليا. عندك الموهبة لده؟ والله وانا ما اقدرش اقول انها موهبه، بس يعني بعرف اتقمص ادوار شويتين يعني، شويتين ثلاثه. ايه اهم حاجة في الممثل من وجهة نظرك؟ اهم حاجه في الممثل انه يقنعك بالمشاعر. يعني كل رياكشن ليه، كل غضب، زعل، فرح، كل حاجه لازم تبقى كانها حقيقه. يعني علشان الممثل يبقى مقنع انت شايف ان هو لازم يكون برضو عنده ثقة في نفسه شوية؟ لا، هو مش شويه بس، هو لازم يكون عنده ثقه في نفسه درجه اولى. يعني لازم يكون متاكد من نفسه. لازم يكون ان هو ايه، انا ناوي النهارده اخش اعمل الشخصيه ديت، فانا هعملها. طب من واقع حياتك كده واصحابك، انت شايف ان في صحاب ليك بيمثلوا على بعض؟ لا، في كتير طب الصراحه. ازاي بيمثلوا على بعض؟ يعني اللي بيمثل دور ان هو الضحيه في كل حاجه. عندك اللي بيمثل دور ان هو فرحان في حياته ومش محتاج حد معاه. تمام. وعندك برضو اللي بيمثل دور انا فعلا انا محتاجكم جنبي ومحتاج كل الناس حواليا، عشان ايه؟ اوصل لحاجه هو اصلا مش محتاج حاجه. يعني شايف انهم ممكن يكونوا بيمثلوا على بعض علشان يوصلوا لمصلحة او أيوة. علشان يعني يستغلوا استعطاف الناس مثلا في أيوة. وقت من الاوقات، ومن ناحية تانية برضو يستغل ان هو يوصل لحاجة مش عارف يوصل لها بالطرق السليمة فبيحاول ان هو يمثل. طيب قابلت كده ناس كده في حياتك؟ لا، قابلت كتير. ومنهم ناس كنت بعتبرهم اعز صحابي كمان. يعني كان ساعتها بعتبرهم اعز صحابي، مش حاليا. فالناس ديت لما لقيتهم بيعملوا الحركات ديت، لو انت مش عايز توصل للمستقبل، انت مش عايز تخلي علاقتك بصاحبك ولا اي حاجه ليها علاقه بالدنيا دلوقتي. لا، انت كل اللي عايزه انك تاخد اللي انت عايزه وتمشي. طب بصراحة كده ما استغلتش موهبتك في التمثيل ان انت توصل لأي حاجة انت عايزها؟ والله لا، وانا استغلتها حبتين يعني. ازاي يعني؟ لما بحتاج حاجه دايما. يعني مثلا كان في دور في مسرح الجامعه عندنا. ما كانوش راضيين يدوه لحد. يعني كان هما في شخص معين كان هياخده. فانا استغلت الدور شويتين وقعدت اذاكره، واستغلت لما خدت الدور من الولد. والولد هو كان الصراحه يعني احسن مني في الدور، ما اكدبش. بس انا من كتر ما انا ذاكرت الدور ده، انا اقنعت المنتج بتاعنا ان احنا ايه، لا هو انا الشخصيه، انا والشخصيه واحد. طب ازاي كان اشطر منك وانت قدرت تقنع المخرج ان انت احسن منه؟ هو كان عنده غلطه واحده. لما بتيجي في لحظه ان هو مثلا يعيط على موت البطله، كان المفروض هو يعيط. هو ما كانش بيقدر، يعني ما كانش يقدر يطلع الدموع زي دموع التماسيح كده. بس كان عندي عاده شويتين ان انا بحاول اعمل الحركه ديت، لان كنت بعملها مع اصحابي زمان وانا صغير. اللي هو عايز ايس كريم، عايز حاجه، اللي هو اقعد اعيط عشانها. قرايبي بقى، اصحابي، اهلي، كانوا كده. اوكي، يعني كنت بتستغل الموضوع ده في انك تمثل حتى على اهلك في البيت. ايوه. طيب ايه الفرق بين التمثيل والكذب؟ هما الاتنين بيكذبوا، بس الكذاب ممكن تلاحظ على علامات وشه، طريقه نظراته. قصدك ان ده كذب مباح وده كذب غير مباح؟ ايوه. يعني تقدري تقولي ان، يعني انا من الكتب اللي قريتها قبل كده برضه عن علم النفس، كانت بتقول لك ايه، الكذاب ساعات بيبص يمين، مش اجباري بس هو بيبص. دي في لغة الجسد. ايوه.
فاما في التمثيل لما تيجي تركزي مع الممثل هو ما بيبصش في حته، هو بيفضل باصص لك او باصص للكاميرا مثلا، باصص للناس على حسب الدور. ايوه. طيب انت قلت لي ان من اساسيات الممثل ان لازم يكون عنده ثقة في نفسه. انت ايه اللي اداك الثقة في نفسك، وانت شايف ان دي ثقة ولا غرور؟ والله هو انا شايفها ثقه شويه، بس مايله على غرور اكتر. غرور وبتعترف؟ لا انا بعترف ما اكدبش. يعني انا ليا اصحابي ووالدتي كمان، لما هما بيجوا، لما باجي بتعامل معاهم بتكلم معاهم في حوار التمثيل والكلام ده بيشجعوني عليها، فمديني ثقه زياده. يعني حتى برضو من كام سنه كنا عاملين فيلم هبطان كده شويتين، بس هو كان فيلم حلو بالنسبه للشباب في سننا، لكن بالنسبه للناس الكبيره لا. طيب انت شايف ان التمثيل بس هو الموهبة الوحيدة اللي خلتك تستمتع بحياتك، ولا في حاجات تانية؟ وايه اللي زمايلك او اصحابك ممكن يكونوا مثلا ممكن يعني يحاولوا يشدوك ليه؟ اللي شدني للتمثيل كانت مشاكل قصيره صغيره كده، كنت وانا صغير حبتين. يعني انا كنت بمثل على اصحابي وكل الناس ان انا تمام، ان انا مفيش حاجه، انا كويس، كنت بضحك وبنزل وعادي وبهزر والدنيا تمام معايا. بس لما ارجع البيت الموضوع بيختلف، مبقاش عارف اتكلم، مش عارف اعمل اي حاجه، بحبس نفسي في اوضتي بالساعات وعادي. يعني كنت بتكبت مشاعرك؟ ايوه. شايف ان ده كان صح وقتها ولا لا؟ هو ما كانش صح، بس هو علمني ان انا اعتمد على نفسي برضو، مش لازم ان انا كل حاجه احكيها لكل حد. يعني لو حكيت كل حاجه انت كده بتعرض نفسك للخطر شويتين. اوقات بتحس ان جواك اكتر من شخصيه زي ما قلت لي، ازاي؟ ان ساعات بقلب طفل مش فاهم اي حاجه، اللي هو ببقى مع اصحابي. يعني انت لو اي حد شافني مع اصحابي انا طفل. تمام. وايه الشخصيه التانية؟ تقدري تقولي ان انا لما بتعصب ده بتقلب موال تاني شويه، يعني بقلب على الكل، حتى اصحابي، حتى انا، كل حد، ما بتكلمش مع حد، ما بقاش طايق حد. والشخصيه الثالثه؟ الشخصيه الثالثه ديت العقله اللي فيهم، اللي هو ايه، وراك شغل، وراك مذاكره، اعملهم وبعدين خلص وبعدين شوف انت عايز تعمل ايه تاني. لو انا ببقى عاقل درجه اولى، ممكن اقعد بالشهرين والثلاثه ما بعملش حاجه تانية غير ان انا قاعد في شغلي وبذاكر. شكرا يا نور، بشكرك على وجودك معانا النهارده. وزي ما شفنا ان نور ربط ما بين التمثيل والحياه الواقعيه، وبرضه قال انه جواه اكتر من شخصيه، بس هو وصف الموضوع من وجهه نظره في سنه ده على حسب ما قدر يفسر الحياه. لكن احنا جوانا كلنا نفس الخليط ده، جوانا خليط الشخصيات المتناقضه. اوقات ممكن نتصرف في موقف بطريقة وفي موقف تاني بطريقة تانية. ممكن يتقال عننا اننا ديسنت جدا في مكان، وفي مكان تاني ان احنا عصبيين، على حسب الموقف اللي تعرضنا له. فالمفروض ان احنا ما نحكمش على حد او نتسرع في احكامنا عليه بناء على الموقف اللي اتحط فيه. لا، لازم نتأنى شوية، نحاول نشوف نوزن الشخص ده من خلال افعاله وتصرفاته في اماكن كتير، وساعتها هنقدر نكون فكرة عامة عن الشخصية بتاعته. بشكركم النهاردة وأتمنى أن أشوفكم في حلقة جديدة.